السلام عليكم. كنت في الطريق تسوق مع داركم ولا مع صحابك وفجأة شت باراج قدامك. شي لازم تقول، شي لازم تدير، واش عندك حقوق واش عندك واجبات. تبع معايا في هذا الفيديو ممكن يعاونك. اول حاجة بغيت نوضحها، الباراج هو وسيلة مهمة باش يحافظوا على الامن في الطرقات. يعني كي يحبسوك في الطريق ويبقاو يفتشوا فيك مش قصدهم باش يعطلوك، ولا قصدهم راهم يحوسوا على الناس اللي ما يخافوش ربي ويخدموا دعوة شر. تسمى إذا شفت إشارة تقف ولا تمهل لازم تحبس بلا نقاش، وكي الشرطي ولا الدركي يعطيك الإشارة ما تزيد حتى خطوة. حبس أقصى اليمين وما تبقاش في النص، تكون محترم مش على خاطره هو، على خاطر القانون. اعطيه الوثائق وجاوب بصراحة، جاوب عادي، ما تناقشش في القانون خاطر مشي هو اللي دار القانون، هو راه يطبق فيه. إذا كانوا راكبين معاك وحدين وسقسك عليهم لازم تبين هويتهم. عندك تحاول تمنعه باش يفتشك خاطش هذه تعتبر جريمة، وعندك تحاول تهرب ولا تبدل الاتجاه تاع اللوطو تاعك، خاطر هذه تعتبر مناورة وقادرة تدخلك في مشاكل واحد اخرين. دروك نقولك هما الحقوق تاعك. اذا حبسوك غير باش يشوفوا الهوية تاعك مثلا، هذا يتسمى الاستيقاف، يعني من حقك تسقسيهم علاش دارولك هاد الاستيقاف. اما اذا دارولك لي مينوت ولا دخلوك سيارة الشرطة تاعهم، تسمى راك في حالة توقيف. من حقك تعرف شا درت وش هي المخالفة وش هو القانون اللي يجرمها. تاني من حقك ولازم يوروك علاش راك مخالف وشحال الغرامة وش هو القانون اللي خالفته. عندك حق ما توقعش على اي محضر اذا ما درت والو، وحتى ورقة السحب ما تسنيش عليها. يعني كي يدولك بيرمي يعطوك ورقة السحب قراها مليح، شوف شهي المخالفات، شحال مدة السحب، قرا قاع التفاصيل وما تمضيش حتى تكون فاهم كل شيء. اذا ما درت والو قول ما نوقعش ونروح ندير طعن. عندك غالبا مدة 10 ايام باش تدفع الطعن الكتابي في مركز الشرطة ولا في المحكمة. اذا بقى يزقي عليك ولا خسر معاك في الهضره ولا متكتر مع هضره ما دابزه، قد تروح تشكي بيه عند الشيف تاعه ولا عند وكيل الجمهوريه. اخيرا اذا امرك بحاجه مخالفه للقانون قول له، وعندك قاع الحق تقدم شكوى على اي تجاوز قانوني. وفي التالي بغيت نقولكم ماشي عيب تسقسي وماشي حرام تفهم، من حقك تفهم خاطر الفهم هو اول خطوه باش تحمي روحك وتبدل الواقع تاعك. ما تقولوش ما كانش قانون، القانون كاين راه موجود وحنا اللي لازم نعرفوه ونفرضوا الاحترام تاعه. خلي دايما صوتك يكون صوت حق، وخلي شعارك دايما حقي نفهم، لان الفهم هو اول خطوه نحو التغيير. اذا عندكم سؤال قانوني خلولي في التعليقات، واذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تتابعوني. بسلامه.